قبل ما نبدأ فيلمنا حابب أعرفك إنه مبني على أحداث حقيقية. بيبدأ الفيلم سنة 1969 بمناورة عسكرية بيقوم بيها 2 طيارين بطيارتين حربيتين، واحد فيهم اسمه تاي والتاني اسمه تشول. وبنلاحظ إن تاي بارع جدا في الطيران وعنده مهارة عالية، وبيكون تشول مش عارف يجاريه من كتر ما هو بارع. وفجأة بيجيلهم بلاغ على لاسلكي من مركز القيادة بيبلغهم إن في طيارة غيرت مسارها ورايحة لحدود كوريا الشمالية، والتعليمات كانت كالتالي: إنهم يحاولوا يرجعوا الطيارة لمسارها الطبيعي بأي تمن. وفعلا طاروا في اتجاه الطيارة، ولما طاي قرب من الطيارة لاحظ إن الركاب خايفين ومرعوبين، ولما بص جوه كابينة الطيار عرف إن اللي بيسوق الطيارة ده يبقى منسو صاحبه، وكان واضح إنه خايف ومرعوب من حاجة. واتضح فعلا إن الطيارة بتتعرض لعملية اختطاف، والخاطف بيجبر الطيار على إنه يروح على كوريا الشمالية. وبما إن العلاقة متوترة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فجه قرار من القيادة إن تاي وزميله يضربوا طيارة منسو ويوقعوها. وهنا تاي كان موقفه صعب جدا، وده لأن منسو صاحبه والطيارة فيها مدنيين ملهمش ذنب، فأخد قرار شجاع وقرر إنه يعارض الأوامر العسكرية ورفض إنه يضرب الطيارة. وبما إنه الأعلى رتبة من تشول فأمروا إنه ما ينفذش الأوامر، وفعلا الخاطف أجبر منسو إنه يقتحم حدود كوريا الشمالية. بعدها تم التحقيق مع تاي وتشول، والقائد سأله ليه ما ضربتش الطيارة، فقال له إن الطيارة فيها مدنيين وحرام يموتوا، وكان شايف إن الحكومة ممكن تعمل مفاوضات مع كوريا الشمالية وترجع المخطوفين. بس القائد قال له إن حكومة كوريا الشمالية مش هيعملوا كده، بالعكس دول هيعتبروا ركاب الطيارة خونة وجواسيس وهيعدموهم. وبناء عليه بيتم إصدار قرار بتسريح تاي من الخدمة ووقفة شول عن العمل لمدة 6 شهور. وبعد مرور كام شهر بنشوف تاي هو ومراته سيون وهم رايحين يزوروا مرات منسو، وكان واضح إن تاي حاسس بالذنب بسبب اللي حصل لصاحبه، بس مراته بتخفف عنه وبتقوله إنه ملوش ذنب. وكمان هيون مرات منسو بتشكره على اهتمامه بيهم الفترة اللي فاتت. وبعدها بنعرف إن الحكومة بتتفاوض مع كوريا الشمالية، وبالفعل بتقدر ترجع 39 فرد من المخطوفين، بس للأسف بيعرفوا إنهم قتلوا منسو وال10 ركاب الباقيين. وهنا الناس بتلوم تاي وبيقولوا له إنه لو كان ضرب الطيارة على الأقل كانوا لقوا جثث موتاهم. وفي نفس التوقيت بنشوف شخص خارج من السجن ومش عارفين هو دخل السجن ليه، ولكننا بنلاحظ إنه مهتم بأخبار الطيارة. وبعد مرور كام سنة وتحديدا سنة 1971 بنشوف إن المطار مليان ناس، وده لأن في شركة طيران أعلنت إنها هتعمل رحلة مجانية لسيول. وبنعرف وقتها إن تاي اشتغل مساعد طيار مدني وبيسوق الطيارة مع قائد كانج ومعاه جين وبارك المضيفين. وبمجرد ما بتوصل الطيارة للمطار بيهجم الناس عليها، وده لأنها رحلة مجانية. وبنشوف إن الراجل اللي طلع من السجن ركب معاهم الطيارة. وبعد شوية بتحصل مشكلة مع راكبة، وده لأنها مصممة تاخد فرخة معاها على الطيارة، وده لأن بنتها مريضة ومحتاجة تتغذى. وهنا تاي بيقرر يسمح للست إنها تاخد الفرخة معاها، وبنشوف إنه شخص طيب وبيتعامل برحمة مع كل الناس. بعدها القائد كانج بلغ تاي إنه هو اللي هيهبط بالطيارة لما يوصلوا سيول، وده لأنه واثق فيه وفي خبرته كطيار. وفي الوقت ده بنشوف كيم، وده الراجل اللي كان خارج من السجن وركب في الطيارة، وبيكون واضح إنه بيخطط لحاجة خطيرة وغالبا عايز يخطف الطيارة. وفجأة بيقوم من مكانه بيحط قنبلة على باب كابينة الطيار، وبيفجر قنبلة تانية في الطيارة، وبسبب الانفجار بيحصل ضرر في جسم الطيارة ولكنها مش بتقع، وده لأن القنابل بتكون محلية الصنع. وبعدها على طول بتنفجر القنبلة اللي في كابينة القيادة، وبيتصاب قائد كانج في عينه، وبيختل توازن الطيارة بسبب الفتحة اللي سببتها القنبلة وبسبب إصابة القائد كانج. وقتها تاي بيبذل أقصى جهده عشان يوازن الطيارة ويمنعها من السقوط، وفي اللحظة الأخيرة بينجح إنه يعيد توازن الطيارة من تاني. وبعدها كانج بيطلب من تاي إنه يسيب كابينة القيادة ويروح يشوف سبب الانفجار، ولكن وقتها كيم بيدخل الكابينة وبيهددهم بقنبلة وبيطلب منهم إنهم يتجهوا ناحية المحيط. فبيوافق كانج على كلامه بشرط إنه يسمح لتاي إنه يعاين الطيارة ويشوف الأجزاء اللي اتضررت من الانفجار. وفعلا تاي خرج، وأول حاجة عملها إنه اطمن على الركاب، وبعدها سأل جين عن المسدس اللي كان مع بارك زميلها وطلب منها تدور عليه وتخبيه عشان يستخدموه ضد القاتل. وبعدها جابوا شنط واستخدموها عشان يسدوا الفتحة اللي في الطيارة، ولقوا واحد من الركاب مصاب وعالجوه. وفي نفس التوقيت كيم قرر يغير مسار الطيارة لمدينة تانية، وخرج وهدد الركاب بالقنبلة اللي معاه، وقال لهم إنهم لو ما سمعوش كلامه هيفجرها وهيموتوا كلهم.
ويمكن ده اللي خلى كانج يستغل فرصة انشغال كيم عنه ويطلب النجدة. بس للأسف كيم خد باله وراح كسر السماعة قبل ما رسائل الاستغاثة توصل. ومش بس كده، ده أجبرهم إنهم يتجهوا لكوريا الشمالية، وده عشان يقابل أخوه. وهنا بنعرف معلومة مهمة، إن أخوه من 3 سنين خطف طيارة منسو وراح بيها على كوريا الشمالية. وقتها الركاب كانوا بيتفقوا على إنهم يهاجموا المجرم السايكو ده ويخلصوا عليه، وقالوا إنهم يقدروا يعملوا كده لأن عددهم كبير وهو مش هيقدر عليهم حتى لو كان مسلح. بس اللي حصل إنهم اكتشفوا إنه مخبي سكينة. وفي الوقت ده تاي طلب من جين إنها تجمع كل الهويات وتدمرها، وده عشان لو حصل واضطروا إنهم يروحوا كوريا الشمالية محدش فيهم يتعرض للأذى لما يعرفوا إنهم من كوريا الجنوبية. وفجأة قام راكب من مكانه وهاجم كيم، وقامت خناقة بينهم ولكنها انتهت لصالح كيم، وده بعد ما لقى المسدس وهددهم بيه. وقتها تاي خرج وترجاه يبطل اللي بيعمله ده وما يأذيش الركاب، ولكن كيم قرر يعاقب الراكب المتمرد وطعنه في رجله. وبعدها بنشوف تاي وهو بيكسر عداد البنزين عشان يوهم كيم ان الوقود خلص وانهم مضطرين يعملوا هبوط اضطراري قبل ما يوصلوا. وعلى الناحية التانية بارك طلب من جين انها تفكه، وده بعد ما كيم ربطه. وفي الوقت ده كيم بيفتكر اليوم اللي اتقبض عليه فيه، وده بعد ما الحكومة اتهمته انه شيوعي بدون دليل، ولكن اخدوه بذنب اخوه لانه خطف الطيارة واتحبس ظلم لمدة سنة. والمفاجأة بقى انه لما خرج من السجن ورجع البيت لقى امه ماتت من الجوع وجثتها اتعفنت، فاتقهر وحس قد ايه هو اتظلم في البلد دي. وعشان كده قرر انه يعمل زي ما اخوه عمل، وانه يخطف طيارة وينتقم من البلد. وفي نفس الوقت جين وواحد من الركاب كانوا بيحاولوا يفكوا بارك، ولكن المجرم لاحظ، وعشان كده تاي قرر يشتت انتباهه واعلن ان وقود الطيارة خلص وانهم مضطرين يهبطوا، وانهم اساسا خلاص دخلوا حدود كوريا الشمالية. وفعلا كيم صدق كلامهم وجري بسرعة ناحية الشباك عشان يتأكد. وهنا كانت المفاجأة، لانه اكتشف انهم لسه جوا كوريا الجنوبية وان تاي وكانج بيضحكوا عليه، فاتجنن وقام ساحب فتيل القنبلة اللي معاه ومسكها لطفل صغير. وفي الوقت ده تاي كان فعلا هبط بالطيارة، ولكنه اضطر يطير من تاني عشان كيم السايكو ما يفجرش الطيارة. وبعدها كيم ضرب تاي طلقة في رجله، وده عشان يعاقبه لانه حاول يضحك عليه، ولكن تاي ما استسلمش وقال له انه مستعد يسمع كلامه وياخده ويروح على كوريا الشمالية، ولكن بشرط. والشرط ده انهم يعملوا هبوط وينزلوا كل الركاب، وقال له ان الموضوع مش هياخد اكتر من 5 دقايق. وكان واضح ان كيم اقتنع بكلام تاي، ولكن فجأة بيسمعوا صوت الطيارات العسكرية الكورية واللي كانت بتحذرهم لان مسارهم اتغير وانهم اوشكوا على اقتحام حدود كوريا الشمالية. وطبعا الكلام ده بيخلي كيم يتراجع ويرفض فكرة الهبوط من اساسه. وقتها بنعرف ان تشول زميل تاي القديم بيسوق طيارة من الطيارات وبيحاول يحذر تاي من انه ما يقتحمش المجال الجوي، ولكن تاي بيكون مضطر انه يحمي الركاب ويسمع كلام كيم. وعشان كده تشول بيبدأ انه يتعامل معاه وبيطلق طلقات تحذيرية، ولكن تاي بيتفاداها بكل براعة. فبيحاول تشول انه يحذره للمرة الأخيرة، وبيقول له ان في طيارات مقاتلات تبع لكوريا الشمالية بتطير في اتجاههم، وان الموضوع ممكن يقلب لحرب. وحرفيا تاي بيكون موقفه صعب جدا، لكن تشول هو كمان بيكون موقفه صعب، وده لانه بيجيله امر انه يضرب صاروخ ويوقع الطيارة. وساعتها تاي بيقرر انه يعمل مناورة بالطيارة وينفذ حركة خطيرة وارد انها تنقذهم وتخلصهم من كيم. والخطة هتمشي كالتالي: اولا جين هتخلي كل الركاب يقعدوا يربطوا حزام الامان، وطبعا في الوقت ده هيكون كيم واقف وهيقع. وثانيا تاي هيطير في وضع افقي وهيحدف بنزين على طيارة تشول بحيث انه يعيق الرؤية ويخليه ما يشوفش. وقبل ما ينفذ المناورة بتظهر طيارة تانية تبع للجيش الكوري وبتحاول توقع طيارة تاي، ولكن تشول بيدخل وبيعمل مناورة وبيشوش الرؤية على الطيار الحربي زميله، وده عشان ينقذ تاي صاحبه. وقتها ما بيكونش فاضل غير 5 أميال على الدخول لحدود كوريا الشمالية، وساعتها تاي بيحاول يقنع كيم ان دي فرصته الأخيرة للتراجع عن اللي بيعمله، ولكنه مش بيوافق. وهنا بيقرر تاي انه ينفذ المناورة، وفعلا بيطير بأقصى سرعة في اتجاه أفقي وبيقع كيم وبيغمى عليه، وجين بتنجح في انها تفك بارك. في الوقت ده تاي بيخرج عشان يربطه، ولكن بيتفاجئ انه فاق، فبتقوم خناقة بينهم وبيقدر كيم انه يطعن تاي، وقبل ما يقتله بيتدخل بارك وبيضرب طلقة على كيم. وبالرغم من كده الا ان تاي بيقول له ما تخافش احنا هنعالجك، ولكن كيم بيكون سايكو على الاخر وبيقرر يفجر اخر قنبلة ويقتل كل الركاب. وساعتها تاي
تاي بيقرر انه يضحي بنفسه وبيرمي نفسه على القنبلة عشان يتصاب هو اصابات بالغة وتتقطع ايده، وبعد كل ده بيضطر انه يقوم ويعمل هبوط بالطيارة، وده لان كانج مصاب في عينه حرفيا مش بيشوف، فبيطلب تاي من جين انها تعمله الاسعافات وبتديله حقنة مسكنة، وفعلا بينجح انه يسوق الطيارة بايد واحدة. والمشكلة بقى انه بيكتشف ان الوقود خلص، ومعنى كده ان عملية الهبوط هتكون صعبة بل مستحيلة، ولكن تاي اثبت للكل انه بطل، وبالفعل قدر يهبط بالطيارة على شط البحر بامان. وفي اللحظة دي تاي كان بيلفظ انفاسه الاخيرة وهو بيفتكر ذكرى ليه مع مراته هيون، وبعدها طلب من جين انها تهتم بكل الركاب وتنزلهم الاول من الطيارة. وفي النهاية بنشوف ان تاي ما تحملش ومات بسبب اصابته، وفي الوقت ده بنشوف مرات مينسو وهي بتواسي هيون مرات تاي، وبنشوف كانج وجين ودعوا تاي وفضلوا يعيطوا وهم متأثرين ببطولته وانه ضحى بنفسه عشان هم يعيشوا. وبيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.